وحش غير الليله دي. حموده، واد يا حموده. نعم يا خالتي. بقول لك ايه، هات البرنس وتعالوا انتوا واصحابكم دول ننزل خالتكم فيصل من فوق. يلا اطلعوا اطلعوا. يلا بسم الله ما شاء الله هتقدر. يلا استنى حموده، فوتني الاول. خالتي. مين؟ هيكون مين يا خالتي؟ يا اختي ام العروسه يا اختي. يا سلام عليك يا صفية، يعني هي الأوضة يا أختي ما كانتش تنفع قراية الفاتحة؟ يا لهوي اللي هنعيده ونزيده بقى. هو تحكيم رأي وخلاص يا صفية؟ هو تحكيم رأي. هنقرا الفاتحه في بيت العروسه يعني في بيت العروسه. قومي بقى يلا حموده، يلا برنس، خش بقى اول الحاجه. يلا يا اختي. على مهلك جاتك نصيبة. على مهلك. انت عملت حاجه يا ولد؟ اوعى كده انت وهو اوعى. هي الفراخ مالها يا اختي؟ ما مالهاش، عايزه تلم مع نومها. لا تكون شايفة عرسة ولا حاجة. لا مفيش عرس يا اختي، مفيش، اطمني، ده فراخ تاكل العرس نفسها. خدوا بالكوا بقى، قال يعني الفاتحة ما تتقريش الا في بيت العروس. على عيال يا حاجه بقى وعايزين يفرحوا. امال يا اختي الواد المنيل عبد الله راح فين؟ العريس راح يجيب الاستاذ تمام. يا واد اتعدل يا واد، هتوديني في داهيه. يا واد يا حموده اتعدل يا واد، بعد الشر عليكي من الداهيه يا اختي اوزن ايدك يا واد. ايه؟ ما توزن يا حموده. يا ساتر يا رب، ده جاي من انهي مصيبه ده؟ ده ابن ام حموده اللي كانت جنبنا هنا. يا ساتر. روحي يا واد الناحيه الثانيه. اوعي كده انت شاكرين يا وهي. حموده. اوعي ايه ده كله بنت ده؟ اوعي يا بنت انت وهي يا يا عيال جبل اوعي حجاز. كده انت وهو. يا ساتر. على مهلك يا اختي. لا ايه ده؟ خطوه عزيزه يا حبيبتي. على مهلك. اقعدي يا خالتي. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هتشطبيها لحماتك يا بنتك. ايه الشحطاطه دي؟ خلاص بقى يا حاجه هليله. خد يا خالتي. يا اختي خطوه عزيزه. الف هنا. يا لهوي يا صاحبي اكتمي يا وليه، الراجل عيان وراقد الفضايح دي. ايه يا وليه، ما كناش نزغرط البت النهارده، هنزغرط لها ايه؟ بس تاكلي وشها يا خالتي حبيبتي. قولي لي عملت ايه في الاوضه؟ اكلم لك صابر المنجد، ايده تتلف في حرير. طبعا، ما احنا هنكلمه يا حاجه. انا بس بقول يعني ان كده نستنى شويه على ما نتفق يعني على كل حاجه كده. واحنا كل ده لسه ما اتفقناش. بقول لكم ايه، احنا نهيص للبت شويه بقى. امال ايه؟ وطي صوتك يا وليه، الراجل لسه خارج من المستشفى. هنوطي صوتنا هنوطي صوتنا. وطي ايه بس، بلاش فضايح يا سعدان يعني. يحيى ابوها وشنبه، يحيى ابوها وشنبه اللي ما حدش غلبه. ادعيله يا بنت ادعيله، لو ضاعت يا تقفيله. قومي يا بنت الرقص، يلا يلا ترقصي، خلي الحاجه ترخص. قومي يلي عالترعه حود عالبالح، يلي عالترعه حود عالبالح. ايدي بتوجعني، ايدي بتوجعني، ايدي بتوجعني من سقف امبارح. تعال من هنا احسن يا استاذ تمام. تعال تعال، والله البيت هينور النهارده، هينور. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني ارموا شويه تراب على الميه دي لحسن حد يتزحلق. والله رمينا ومفيش فايده، الماسوره لازم تتصلح. تتصلح عشان ابليس في الجنه، ماسوره ايه اللي تتصلح؟ هو في حاجه بتبوظ في البلد دي وتتصلح؟ يلا ربنا يصلح لنا الحال ونخرج منها على خير. على خير ان شاء الله، على خير. اتفضل يا استاذ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه اتفضلوا الله. اقعدوا. اهلا وسهلا. ازيك يا حاجه؟ اهلا وسهلا. زرنا النبي يا استاذ تمام. عليه افضل الصلاه والسلام. شرفتنا يا استاذ تمام، اول مره تخش بيتنا. ادينا دخلناها في الافراح يا بنتي اهو، ربنا يديمها. يا رب. انتوا نزلتوا ستكم مع عبد الله ليه بس؟ قال ايه؟ صفيه حكمت رايها، قال الاوضه عندي ضيقه وما تسعش قرايه الفاتحه. معلش يا حاجه، وجودك برضه مهم عشان تملي اليوم كله بركه. النبي يا اخويا دي قله عقل وشحططه. خلاص ربنا يكفينا شر قله العقل والشحططه. نتكل على الله ونقرا الفاتحه. وماله يا استاذ تمام، انا يعني بس بعد اذنك حابه كده ان احنا نعيد الكلام تاني قدامك وفي حضورك علشان تبصم انت بقى عليهم. لا استنى،
يلا يلا يا اختي انت وين؟ الله. يلا نطلع بره يا جماعه عايزين يتكلموا كلمتين. دلوقتي بس راجعين تاني يا حاجه وهنزغرط ونهيص للصبح. على مهلك يلا، يا اولاد، على يلا مهلك. بينا. على مهلك يا اختي. استغفر الله العظيم يا رب. مش محتاجه راجع يا ام صباح، مش محتاجه راجع. انا يا استاذ تمام عليا اوضه النوم وهم عليهم كراكيب المطبخ. قال لك راكب من اولها اهو. يا اختي ما يقصدش ما يقصدش. مناف السعد يا ابني. خلاص يا استاذ تمام خلاص، ما تزعليش، حاجات المطبخ وشويه القطن والتنجيد عليهم. القطن عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار وواحده صغيره، والقطن يكون سكيرتو. مش اي قطن. سكرتوا يا اما سكرتوا ايه؟ سكرتوا ان شاء الله. ها قلت ايه يا صفيه؟ موافقه يا استاذ تمام. مش كده؟ حاضر يا اخويا. لا حول ولا قوه الا بالله. وبتعيطي ليه دلوقتي يا صفيه؟ كان نفسي ابوها هو اللي يقرا فتحتها. تعيشي وتفتكري، بس هو انا مش مكان المرحوم ولا ايه؟ يا خرابي، ده انت لولا كانت الحاره خربت. خلاص يلا بقى بالبركه يا جماعه. نقرا فتحة عبد الله ابن نفيسة على صباح بنت صفية. بس اعذرونا انا يا استاذ تمام. الله ندعي لهم كمان ان ربنا يبارك لهم وييسر لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هدخل معاك عشان اعرفك فين الشمال وفين اليمين. هتدخل معايا بلبسك الميري ده؟ عادي. بقول لك ايه يا يوسف، خلينا نشتغل بطريقتي. انت مستعجل على الشغل قوي كده ليه؟ بكره الباشا بتاعنا يهريك شغل. ولا يهمني. بيني وبينك انا اللي يهمني حاجه واحده بس، ان انا اجيب تقدير حلو قوي في الليسانس السنه دي. ربنا معاك يا ابو صلاح. بكره تاخد الحقوق وتعلق الدبوره وتنسانا يا عم. عيب يا جدع، ان شاء الله انت اول واحد تتعلم. سلام يا يوسف. خلي بالك على نفسك ابو صلاح. ها طبنجه وكده. ما تقلقش. امان. امان. سلام سلام. صفاء. 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 ايه يا ابني؟ صفاء فين يا أم؟ خضتني يا اخويا. صفاء فين يا اما؟ بايته عند خالتها. ايه مالك؟ وتخليها تبات عند خالتها ليه؟ وفي ايه يعني لما تبات عند خالتها؟ يا اخويا ما تخافش على اختك تشرف في اي حته تروح. روح نام انت بقى. انام؟ هكلم خالتي الاول. وسيبيها تبات بره ليه؟ ما عندناش بيت. الو. ايوه يا خالتي. ايوه يا صلاح. لا يا حبيبي نايمه. هو في حاجه؟ لا ابدا، كنت بطمن عليها. طيب يا صلاح تصبح على خير. وانت من اهل. بتقول لي نامت. ما هو مش معقوله يا خالتي 24 ساعه بيراقبني، بجد بقت حاجه تخنق. خايف عليكي يا بت. خايف عليا من ايه؟ هو انا عيله صغيره؟ اتصل وعرف ان انا عندك، ايه لازمته بقى؟ خليني اكلمها. مش مصدق يعني ولا ايه؟ والله ما خدت بالي، ده يبقى واد قليل الادب. لما اشوفه. لو النبي يا خالتي ما تتكلميش معاه، احسن يعمل من الحبه قب. ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه. طب يلا نامي تصبحي على خير. انت من اهله. لو عوزتي تاكلي ما تتكسفيش، اندهي عليا انا صاحيه. حاضر. ايوه يا خالد، بقول لك ايه، انا مش هعرف اكلمك دلوقتي. خالتي صاحيه وصلاح رايح جاي يتصل، فلو لقى التليفون مشغول هيطين عيشتي. لو سهران شويه ممكن اكلمك.
اختي. انت يا راجل يا جوزي. صباح الخير. صباح ايه؟ ده الظهر ادى. الظهر؟ الله، مفتاح الصيدليه في ايه؟ الله، مش انت قلت لي اديها لتامر عشان يفتح هو؟ يا ناحية قلت لك 100 مرة ما تديلوش المفاتيح يفتح اللكزخانة لوحده. يا راجل ما انا دخلت سالتك وقلت لي اديها له. حلو ايه؟ وايه اللي انت عاملاه ده؟ عامل لنا فنجان قهوة سادة. على فكره يا عطيه انت ما تطقش الصبح، واللي يشوفك بالليل ما يعرفش يشوفك الصبح. يا قصدك ساتر. ايه يعني؟ ما قصديش، هقوم اعمل القهوه. يا ناحية 100 مرة قلت لك أنا مش عايز يروح يفتح لكزخانة ولا يخش الحارة دي من أصله. ليه يا اخويا؟ يكونش نخه ولا هيخطفوه هناك؟ ما تكبرش الموضوع واتصل بيه. صباح الخير. السلام ورحمة الله وبركاته. ثانية واحدة. ما بيردش. خمستاشر. السلام عليكم، صيدلية النور. أيوة يا سيدي. أيوة يا بابا. أنا مش 100 مرة قلت لك ما تنزلش زفت الأجزخانة دي إلا وأنا معاك. يا بابا. يا أخي بابا إيه وزفت إيه بقى؟ أنتوا ما بتسمعوش الكلام ليه؟ ده إيه ده؟ بقول لك إيه؟ اقفل دلوقتي وادي المفتاح لغبي. ما تديش مفاتيح لحد، اقفل وامشي. أنا هنزل أفتح معايا المفتاح الاحتياطي، يلا يا أخويا. الدقي الدقي زحمة قوي دلوقتي. امبارح. قريب ده رد عليه. ايوه. لا معلش اصل انا كنت في الحمام. اوامرك. شغال. 5 دقايق بالظبط واكون عندك قدام القهوه. ماشي ماشي. يا مسهل. يعني يا وسط يا ظهر. القهوه. تسلمي لي. قهوة ايه وزفت ايه؟ قلت لك 100 مرة ما بشربهاش في فناجيل، أنا بشرب القهوة في كوباية، إيه؟ في ايه يا عطيه؟ نهار اسود عليا النهارده، مالك؟ خلاص يا جميل حقك عليا. إيه يعني؟ نشربها في كوز، ما دام من إيديك الحلوة خلاص. ما مش كده يا عطيه، من الصبح يا اخويا زعيق. كان يوم اسود يوم ما نزل يفتح فيه الصيدليه. ما أنا يا حبيبتي مش عايز ينزل الحارة دي من أصله ولا يشتغل في الصيدلية، وقلت الكلام ده 100 مرة لما قلبي اتنقل. خلاص يا اخويا، انت وابنك حرين في بعض، اشربوا بعض. اعمل حسابك الشغاله جايه بكره. ودي هتاخد كام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ وهتجيب لنا الأكل معاها ولا إيه؟ معقولة يا ناهد شغالة ب1000 جنيه علشان 3 تنفار في البيت؟ ايوه، قول بقى كده، قول انك جايب خدامه ليك انت وابنك. لا يا جميل، فهمتني غلط، ده انت ستنا وتاجر اصلا. ما هو كان كلامك قبل الجواز مش كده. قول بقى ان ما يهمكش ضوافري، ما يهمكش تدخل البيت تلاقيني غرقانه في ميه الغسيل. قول ما يهمكش ان انا يبقى شعري بايظ وما اروحش الكوافير. قول. لا بقى ده كلام. ضوافرك ده احنا خدامين ضوافرك، ده احنا نمشي على ضوافرنا في سبيل ضوافرك. بقى ده كلام، بس بقى على شرط ما ترجعيش بقى تزعلي وتقولي لا اصل البنت الخدامه دي شغلها وحش، اصلها قليله الادب، بتقل ادبها عليا. لا ما تخافش، الولايه اللي جايباها بتقول عليها شاطره قوي. طبعا لازم تكون شاطره، امال قدرت تلهف مني 1000 جنيه في الشهر ازاي؟
مناولين ربع يا منى. ايوه يا باشا، هو سبته يا باشا زي ساعتك ما امرت. حاضر يا باشا. خد يا بلال. ما تخلي يا ريس. الله يكرمك، اطلع بقى رجع العربيه وادفع ايجارها. هيحصل يا ريس. السلام عليكم. السلام. الواد بلال ده راجل يابا. على الله لما يمسك قرش ما يتعوجش علينا. ما تقومي يا وليه، انت هتفضلي نايمه للعصر. اوه، ما انا قايمه من النجمه عشان افطر العيال، سيبنا ننام شويه بقى. خليكي نايمه. خد يا منى، جيب لنا 2 كيلو كباب على كيلو كفته وشويه سلطات وعيش من الفرن. ما تهدى بقى شويه يابا، مش معقول كل فلوسنا رايحه على بطننا. انت مش شايف القرف اللي احنا عايشين فيه؟ يوه يا منى، انت ما بتزهقش حوارات في المواضيع دي. ما تخلينا نقب على وش الدنيا. نفسي اطلع البلكونه وابص على منظر عادل. انت مش كل ما تطلعي معايا وتشوفي الفلوس دماغك تنقلب. المرشدين كتير في الحاره يا منى، واي فلوس هتبان من غير سبب هنتحط في الكشف. يا سلام، هو احنا يعني بس اللي بنبيع؟ ما نص الحاره بتبيع. اهدي شويه يا منى، اهدي يا بنتي. اي فلوس بعملها ما هي ليكي ولاخواتك. انا خايفه عليك يا زيزو. ما تخافيش، روحي بقى اجيب الكباب هموت من الجوع. حاضر. ما تقومي يا وليه وخلي عندك حصوه ملح. خلاص خلاص هقوم، بس دقيقه واحده بس. ايه الوليه الجبله دي؟ يا اختي تقدري على قاعده في الجامع يا وليه، لازم تخلصي الدرس كله. طبعا في الجنه. وانت مالك انت؟ الله، وانت ما بتروحي طول النهار يوم الحد تلزقي في الكنيسه يا بنت؟ حد بيقول لك حاجه؟ يا اختي يا رب انا اقدس وانت تحجي في نفس اليوم. من بقك لباب السما. بس استر البنت الاول. وليه معطله هتجنني؟ ما تفهميش ليه مصممه على مرتبتين. لا اله الا الله يا اختي، ده احنا دخلنا على ربع مرتبه، لا قلنا اه ولا اي. ما هي مش عايزه ابنها يتوجع. كويس عاديه، بس ينطر القطن بقى غالي قوي. ربك هيسهلها يا رب. خايفه ما سطرش البيت، يا لهوي، ده انا تبقى وكستي مش على حد. انت مش هتقبضي الجمعيه الشهر ده؟ ده هي دي نجدتي، ربنا بس يشفيه عم منصور يا رب. بقول لك ايه، ما تيجي بكره الصبح نروح نشق عليه. وماله ونوبنا سوا. صعب انا هاخده لوحدي، انت مالك انت؟ يا اختي نصاصي بلاش طمع، انت حابه ولا حابه؟ لذلك يصل الحجيج إلى جبل عرفات، وهناك تبدأ الشعائر الدينية كما أمرنا الله. سامع يا واد؟ حتى غروب الشمس. بيقول لك هنقف على عرفات لحد المغرب. النبي تنولها لي يا رب. يا رب لا فرد الشبشب السوداء كانت هنا راحت فين؟ عملت ايه يا واد في الصور بتوع البازابورت؟ الصور اللي معاك يا ابيض واسود ما تنفعش، لازم تتصوري. ده اما تصورني يا اخويا. اصورك ازاي؟ اقرب من صورتي بعد 2 كيلو من هنا، اشيلك على كتفي واجري ولا اعمل ايه؟ جيب لي المصورات يصورني هنا. ازاي بس يا ازاي؟ يا واد انت مخنوق عليا كده ليه يا واد؟ كل ما اجيب لك سيره الحج.
قولي لي اعمل ايه وانا اعمله واحط جزمه قديمه في بقي. انت يا واد هتدفع لي حاجه من جيبك في الحج ولا في الصور؟ اسم الله. اهي فين الشبشب اهي. بس انت روح قول له الحاجه نفيسه النبي يا رب تسمعها مني. قول له امي هتحج، قول له عايزاك تجي لها الاوضه تصورها واللي هو عاوزه ياخده. حاضر ياما. النهارده يا واد. حاضر ياما. في حاجه تاني؟ رد عليا كويس يا واد، مش كل ما اجيب لك سيره الحج لسانك يتعوج. الله. حاضر. وكلت الفراخ؟ وربنا اكلت الفراخ. طب غور من وشي يا واطي. حاضر حاضر. غور جاتك غاره تغرق. بطل دوشه يالا، بطل دوشه. الو، بقول لك ايه، ابعت لي العربيه. في زبون لغيته على 70,000 وشكله جاي، هيبقى هنا على 5:05. لو مش هتقدر تيجي ابعت لك حد ياخدها، ما تلغيش في فلوس قدام الزبون. يلا مع السلامه. ازيك يا سناء؟ نحمده يا اخويا. فت على ابوكي؟ ايوه بس تعبان قوي والله يا سعيد. ادعي له يا سناء ربنا يشفيه. ادينا بندعيله وبنقرا له قران ليل نهار. في حاجه يا سناء؟ ها؟ لا يا اخويا مستغناش. بص يا سناء، انا فاتح المحل ده على عيني، الناس واكله وشي، ابويا رايد وانا فاتح المحل، بس اعمل ايه؟ انت عارفه بقى مصاريف الدواء والاكل والشرب على اللي داخل واللي خارج، مستوي يا اختي. انسي ال 20 جنيه بتاعت كل يوم. انسى ازاي يا سعيد؟ واكل انا وعيالي منين؟ الله، وانت مش في عصمه راجل؟ قولي له يتحرك شويه بدل البلطجه اللي هو فيها. يوه، وايه اللي دخل جوزي دلوقتي بالموضوع؟ انا ليا في المحل ده زي ما انت ليك بالظبط. انت بتعلي عليا صوتك في الحاره يا سناء. استغفر الله العظيم يا رب، معلش. هلمها يا سعيد عشان خاطر ابوك التعبان، بس اوعى دماغك تاخدك للي بتفكر فيه. ها؟ لا يا اختي انا ما بفكرش في حاجه، ولا دخل عده وقف المحل، مش صاحبه عيان يتقفل بقى لغايه ما صاحبه يجي، يبقى هاتي له انتوا الدواء يا اختي بقى. ماشي يا سعيد، اقفله ان شاء الله حتى تولع فيه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. افتح على المحل. قوموا يا عيال يلا عشان تدفعهم يا فتحي. في يا سناء مالك راكبه 100 عفريت ليه؟ يا اخويا سيبني في اللي انا فيه بقى، ويلا يا عيال عشان تاكلوا. منك لله يا سعيد يا ابن نعيمه، منك لله. امال ابويا لو مات كان عمل فينا ايه؟ ايه عمل فيك ايه اخوك تاني؟ عمل اسود ومنيل، قفل المحل ومش عايز يديني ال 20 جنيه اللي ابويا كان سايبها لي. انت لسه شفت منه حاجه؟ ده كان صاحبه وانا عارفه كويس. خلاص يبقى احنا لازم نقف ونوقفه عند حد. كل يا واد، ولا اقول لك ما تدفعوش، قوموا يلا غوروا من وشي. قوم. هتاكل ولا اعمل لك شاي؟ اعمل لي شاي. ماشي. وإذا كانت هذه الأشياء صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها جريمة في حد ذاتها، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال حتى لو لم تكن ملكا للمتهم. ملكا للمتهم. يقويك يا حبيبي. أو النبي ادعي لي ياما. إلهي ربنا يجعله من حدك من نصيبك، واشوفك ظابط قد الدنيا يا صلاح يا ابن بطني، وينجح اختك قادر يا كريم. ويهديها، ادعي ان ربنا يهديها. يو، ما اختك كويسه والحمد لله. انت بس اللي شغلك في الاسم مخليك شاكك في الدنيا كلها. وبعدين ما تنساش انها بنت جماعيه. ياما انت فاكره الجامعه دي ايه؟ ده شارع كبير فيه الحلو والوحش وولاد الحرام. وخلي بالك ما يبوظش البت غير البت اللي زيها. اصحابها كلهم بيجوا لها لحد هنا وعارفينهم وكويسين وولاد حلال. برضه خلي بالك. ربنا يستر. اعمل لك لقمه تاكلها؟ لا شكرا. بس بقول لك ايه، لو حبيتي تجيبي بطيخ بعد كده قولي لي انا اجيب لك بطيخه مسخه بس سكر من ايديك. روح يا شيخ، الهي ربنا يبارك لك ويخليك ليا قادر يا كريم. لو عوزت حاجه انا بره وانده عليا. يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة جناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في الجريمة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
والحق سبحانه وتعالى يقول: وهكذا نجزي المحسنين. يعني البني آدم مننا لابد إنه يقوم الليل يسبح يعبد الله ويصلي، يعطيه الله ثمرة إحسانه. يعطيه الله إيه؟ ثمرة إحسانه، ويمده بالحكمة والعلم والصبر. أيوة، الصبر. لازم الإنسان مننا يا أولاد يصبر على ما ابتلاه الله ويتقبل قضاء الله وقدره. يعني إيه؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى خلق الواحد مننا فقير، خلقه إيه يا شوقي؟ فقير. لازم يستحمل ويصبر ويشتغل ويتعب ويجد ويجتهد في عمله. ربك سبحانه وتعالى يرد عليه ويقول له: قبلت قدري وأحسنت عملك فخذ جزاءك. خذ إيه؟ جزاء. خذ جزاءك. عشان كده يا أولاد تلاقوا كل العظماء اللي في الدنيا، والعظمة لله وحده طبعا، أنا أقصد كل الناجحين الواصلين من النوع اللي صبر واستحمل وصبر على ما ابتلاه الله وعلى قضاء الله وقدره. ولا ايه يا ولاد الكلب؟ نمتوا؟ طب قوموا ناموا، نامت عليكم حيطه. ايه، انا بدي الدرس للهوا؟ لا يا اخويا، كمل كلامك حلو قوي. كملي نوم انت يا زينب. كمل كلامي حلو. سمعت حاجه من كلامي؟ يلا خدي بنتك وروحوا ناموا. يلا بنت عيشه. يا اخويا معلش، انت عارفه انا بصحى بدري عشان العيال. يلا يا عيشه يلا يا اختي، الله يعينكم. كمل يا اخويا كلامك حلو، كمل. الله يعينكم. تصبح على خير. انتوا من اهله، الله يعينكم خالص. ما تقوم يا اخويا حصل امك واختك انت كمان. لا يا حاج، انا قاعد معاك شويه. بجد يا شوقي؟ ولا يا شوقي، انت فهمت اللي انا قلته ولا تحب اعيدهولك مره تانيه وافهمهولك بطريقه مختلفه؟ فهمت طبعا يا حاج. انت عارف يا شوقي يا ابني انا نفسي في ايه؟ في ايه يا حاج؟ نفسي انك تشتغل اي حاجه. الراجل يا ولد اتخلق عشان يشتغل ويعمر الدنيا. ما على يدك يا حاج. اشتغل فين بس في البلد دي؟ اشتغل فين؟ ما هو ده الغلط. شوقي يا ابني، اصحابك اللي هم سافروا بلاد بره عملوا لهم ايه في بلاد بره؟ استقبلوهم في المطار وشغلوهم على طول. لا يا حاج، يعني اكيد قعدوا يدوروا على شغل شهر ولا 2 لغايه ما ربنا كرمهم واشتغلوا. يعني سعوا ودوروا. سعوا فين؟ في بلاد بره. طب ما كانوا يسعوا في بلاد جوه احسن لهم، كانوا دوروا على شغل ببلدهم وكان ربنا هيكرمهم ان شاء الله. انما انت، انا عمري ما شفتك بتدور على شغل. ادور فين بس يا حاج؟ يا ابن البلد كبيره. سم بالله كده واقصد كريم ودور، وان شاء الله ربنا هيعطرك على شغل كويس. حاضر يا حاج، من بكره الصبح هنزل ادور على شغل. انت بتاخدني على قد عقلي يا واطي. من بكره الصبح؟ ما انت كل مره بتقول لي من بكره الصبح ولا بتدور ولا بتنيل. بقول لك ايه، هو انت ما هتشتغل هتكبش وتديني يعني؟ يلا روح جيل مهبب جد كل بلد. لم هادي السجاجيد ورجع الصلاه زي ما كانت. يلا. حاضر. استنى بس احط الحزام اهو. بالراحه. روح يا منى، ده اخواتك يا حبيبتي، الاكل خلص. لما اخلص اللي في ايدي. بالراحه يا بنت، هتقطعي شعري. ماشي يا زيزو. خلاص خليك انت بقى وانا اروح اناديهم. ما بلاش المشوار ده. انت يا واد يا سيد، اطلع عمال الاكل. هو ده الشغل يا بنت، ضربه واحده ونخلص. طب خد الواد بلال معاك. ما ينفعش. فين الشنطه؟ اللي عايز ياكل واللي مش عايز ان شاء الله ما عنه كلب. ايه ده؟ ما تخافيش، ده اوانطه صوت بس اهو يخوف. هات الشنطه. سلامة الله يا اخويا، ربنا يستر طريقك. ربنا يوفقك يا رب.
ايوه حبيبي. لا اطمن، المراكب لسه واصله حاجه طازه كستره. ايوه. ده كلام برضه يا رجاله. اول يوم اجي لكم القسم تنزلوني مأمورية وش على طول كده؟ انت لسه شفت حاجه؟ الدايره صعبه يا ابو صلاح. لا 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 يا نهار اسود، ايه ده؟ ايه ده؟ اوف 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 اوف. حاضر. اثبت مكانك! اثبت! اثبت! اهدى بقى يا صلاح كده يجرى لك حاجه. ضعت يا يوسف، مستقبلي ضاع. يا عم لا ضعت ولا حاجه، هتعدي صدقني. ما كنتش عايز اموته، ما انت كنت موجود يا يوسف، والله العظيم كنت عايز اموته. عارف مصدقك. انا ضربت طلقه في الهواء وطلقه في الارض، قعد يرد عليا. والله العظيم ما اعرف اللي هو مسدس في شنك، والله العظيم ما كنت اعرف. عارف اهدى بس اهدى. هيعملوا معايا ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، تعدي على النيابه تقول اقوالك وهيفرج عنك، لان دي مش اول مره تحصل. انا عايز اكلم البيت، عايز اكلم امي. ما تكلمش حد دلوقتي لما تهدى. خد يا ابني تعالى اشرب العصير. عصير ايه يا عم؟ انا ماليش نفس الحاجه خالص. يا عم اشرب عشان تصلب طولك وتعرف ترد قدام وكيل النيابه. فتحت؟ لا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أستاذ تمام. إيه الأخبار؟ مفيش فايدة، دماغها ناشفة مش عايزة تفتح لحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. كلنا لها. أبوها برضه معلش. أمها جوه يا بلال؟ ايوه يا استاذ تمام، امها جوه. طب ما تحاول معاها أنت يا أستاذ تمام، يمكن تفتح لك. هحاول. اتفضل حاول معاها والنبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. افتحي يا منى. افتحي يا بنتي، أنا عمك تمام. يا بنتي عيب كده، ده أنا أول مرة أخبط على بابكم. افتحي، أنا هتكلم معاكي 5 دقايق وأمشي على طول، مش هطول. افتحي ما تخافيش، أنا لوحدي. ايوه يا استاذ تمام. ايوه يا اخويا. ايوه يا اخويا. قتلوا يا استاذ تمام. الحكومه قتلت جوزي. جميعا. اروح فين ولا اجي منين؟ اسكت ولا اتكلم ولا اعمل محضر في الحكومه؟ قول له اعمل ايه؟ ما تتكلم. ساكت ليه يا استاذ تمام؟ ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ أقول لك تعملي إيه؟ وحدي الله في قلبك. واحدة لنا من غيره. بنوحده يا اخويا قبل ما يموت وبعد ما مات وفي كل اذان. هو احنا ورانا حاجة غير لا اله الا الله محمد رسول الله؟ البنت هتموت من ساعة ما سمعت الخبر جالها بالسكتة. معقولة يا اولاد؟ معقولة اللي بيحصل ده؟ اعمل ايه؟ مش كده يا ام منى، امال مش كده، حرام عليكي. اهدي انت بس وسيبي منى عليا. هاتلي ههدى، اسكت، مش هتكلم، هكتم خالص. اسمعيني كويس يا منى يا بنتي.
قال الله تعالى في كتابه العزيز: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني يا بنتي لما حد فينا يمر بموقف صعب زي ده لازم يقول قدر الله وما شاء فعل، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عيطي يا منى، عيطي يا بنتي. البكا فرج وتطهير للنفس. أنا عارف إن أبوكي ألف رحمة ونور عليه كان عزيز عليك قوي، بس مهما كان ما يعزش على اللي خلقه، ولا إيه يا منى يا بنتي؟ وهو دلوقتي بإذن الرحمن في مكانة عالية هيكون مسواه الجنة إن شاء الله. ادعي له يا منى، ادعي له. لبسته الحزام وسرحت له شعره قبل ما ينزل. شكله هيبقى حلو قوي وهو هيقابل ربنا. والحشيش حرام؟ طبعا حرام. طب والقتل؟ أشد من الكبائر. يبقى لينا حق لازم ناخده. هتاخديه من مين ولا مين يا بنتي؟ دي حكومة، حكومة. وبعدين احنا سمعنا ان اللي قتله ما كانش قاصد، يعني ضربه بالنار غلط، قتل خطأ. اللي يطلع طبنجة من جيبه بيطلعها مش عشان يزمر بيها، عشان يقتل. انت كده بتفكري غلط يا ماما. تصدق بقى ان انا اول مرة افكر صح. مش هنزل دمع من عيني الا لما اخد له حقه. ها يا صلاح، ممكن بقى توصف لي بالظبط ايه اللي حصل يوم الحادثه؟ حضرتك انا كنت ضمن قوه ضبط واحضار لالقاء القبض على المجني عليه. فوجئنا بالعربيه البيجو المبلغ عنها حضرتك يا فندم بتقف قبل الكمين بحوالي 55 متر. العربيه لفت وجرت عكس الاتجاه. حد الضابط امرنا ان احنا نطرد السياره. ومحدش في القوه كلها عرف ان المسدس اللي معاه ده مسدس صوت. حضرتك يا فندم محدش كان يتوقع ان هو مع مسدس صوت. يا فندم انا كنت في حاله دفاع شرعي عن نفسي. القانون بيقول ينشأ حق الدفاع الشرعي. بس تقارير المراقبه بتاعتنا بتقول انه كان تاجر صغير وما بيشيلش مسدس. ايوه يا فندم، انا كنت ضمن القوه حضرتك ومش هستخدم المسدس غير بامر حضرتك الضابط. يفرج عنه بضمان وظيفته. اتفضل يا فندم. ايه ده يا ابني؟ طلب نقل من الاسم يا فندم. انت مش لسه جاي الاسم من شهرين؟ لحقت؟ يا فندم انا في اول مأمورية قتلت واحد عن طريق الخطأ وبعدين ايه؟ الاسم عتبته وحش عليك؟ يلا روح على شغلك بلاش كلام فاضي. تحت امرك يا فندم. اسمع. امر يا فندم. خد اجازة اسبوع. الف شكر يا فندم. اشربي يا زينب يا اختي. تسلم ايديكي يا اختي. تعيشي يا حبيبتي. الا قولي لي بقى، منى عامله ايه دلوقتي؟ اهو زي ما انت شايفه طول النهار نايمه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طب خدي يا حبيبتي، خدي دول تاني. ما انت بعتي لي قبل كده كتير يا حبيبتي. خير ربنا كتير وولاد الحلال كتير. خدي واستهدي بالله كده بقى، امسكي. الا قولي لي بقى يا وليه، انت ما بتصليش ليه؟ الا عمري ما شفتك ركعتيها. والنبي يا اختي انا كنت بصلي ما اعرفش ايه اللي جرالي. هو انت لسه صغيره؟ انت كبرتي بقى. الدنيا يا اختي ما حدش قاعد فيها ومتفاته. ادعي لي يا زينب يا اختي وادعي لبنتي. يا اختي ربنا يهديكي ويهديها، قادر يا كريم يا رب. بس صلي يا حبيبتي. هصلي. طب يلا قوم انا بقى احسن استاذ تمام زمانه قلقان عليا. لسه بدري، انت ما شربتيش شاي. معلش يا اختي اشربيه انت ومنى. يلا برضه كده بدري من عمرك. يلا سلام عليكم. تسلم خطويكي. الله يخليك يا زينب يا اختي. اسم الله عليكي. السلام عليكم يا اختي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يهديك يا حبيبتي. عليك مجبوره الخاطر يا رب. ما تصليش. هصلي باذن الله يا حبيبتي.
انت صحيتي يا منى؟ هتفضلي تاخدي فلوس من الناس لحد امتى؟ يعني عايزاني اعمل ايه يا حبيبتي؟ انت هتشحتي علينا؟ لا هتاكلي منين انتوا واخواتك؟ فاهميني يا اختي. خلاص هنزل الشغل من بكره. يا ريت يا حبيبتي يا ريت. هو انا مبسوطه بمادة ايدي للناس؟ الله يرحمك يا زيزو، ما عرفناش امتى غير الايام دي. وبعدين انا ما بشحتش ولا اخد حاجه من حد، الست كتر الف خير حاسه بظروفنا. لو حد تاني اداكي اي حاجه قولي له بنتي منى بتشتغل. مالك يا حبيبي؟ هو انت يعني كنت قاصد تموته؟ ابدا والله يا ابني، الظاهر ان قلبي ضعيف، ماليش في الشغلانه دي. يا حبيبي ما تقولش كده، ده انت قدها وقدوم، ده نصيبك. بقول لك ايه، ما تقوم تاكل لك لقمه. ماليش نفس. لا حول الله يا رب. راجل غبي، ضيع نفسه وضيع عياله، ماشيين المسدس صوت. يا ريته ضربني مسدس حقيقي كان ضميري ارتاح. وانت تعرف منين يا حبيبي ان مش مسدس حقيقي وفيه رصاص؟ استهدى بالله كده وقوم كل لك لقمه علشان تسلك طولك. قلت لك ماليش نفس ومش عايز حد يدخل عليا. ربنا يهديك يا رب، ربنا يهديك يا ضنايا. جوز عم يا بيه عبد الباسط والطبلاوي، معايا السديس. جزء عمه عبد الباسط والطبلاوي. أجزاء السيرة، أجزاء السيرة، أجزاء السيرة يا بيه. خدي. عايز الأجزاء كلها؟ لا دي علشانك مش 10 اهي. لا يا أخويا أنا بشتغل، حد قال لك إني بشحت؟ خليهم لك. عبد الباسط والطبلاوي. مالك لو يا بوزك ليه؟ مخنوقة يا أما، بقالي ساعتين وما بعتش غير شريط واحد. خدي. اديني والنبي شرايط المزيكا. خدي، ربنا يفتحها عليكي. يلا ابعت ابعت يا رب. واخد اجازه وقاعد في البيت، ده انت جاحد. وعايز نعمل ايه يعني؟ يطلع اسكندريه يومين يغسلنا فوخه. صورة الراجل اللي مات ما بتفرقش عينيا. انت بس عشان اول مره تضرب حد بالنار. اه، وانت بقى اللي ضربت ناس كتير ياما بالنار. يا عم ده تاجر مخدرات حلال فيه الموت. في رقبتكم عيال. انسى بقى ابو صلاح، انسى. ازيك يا حاج؟ قول يا اخويا، لحسن من ساعة الموضوع ده وعينه ما شافتش النوم. هو بس يغير جو وينزل من البيت ويبقى تمام. اقعد بس اشرب الشاي بتاعك، اقعد. بقول لكم يا ولاد، تحبوا اعمل لكم لقمه كده تاكلوها؟ لا متشكرين يا حاجه، لسه واكل. شكرا يا اما، سيبينا لوحدنا شويه. طيب يا حبيبي. اشرب الشاي. انا عرفت ان الراجل اللي مات ليه بنت كبيره هي اللي بتصرف على العيال. بنت بتسع بشارات في جامعه الدول، وكانت بتطلع مع ابوها في التوزيع. انا شفتها مره في المراقبه، بس كانت لابسه شرب على دماغها، ما عرفتش شكلها بالظبط. بنت حلوه خلي بالك. وانا مالي حلوه ولا وحشه؟ ابوها مات وخلاها تشيل المسؤوليه. يا عم روق بقى، انت مش وراك كليه؟ ما بتروحش ليه؟ ولا كسل؟ لا كسل ايه؟ ده مستقبلي ما انت عارف. طب يلا يا عم بقى عشان تعلق الدبوره وتفرحنا. يا رب. يا صلاح احنا بندافع عن حقوقنا. حقوق ايه؟ فاهميني. انا دخلت كليه العلاج الطبيعي وحلم عمري ان انا اكون دكتوره. وان شاء الله هتبقى دكتوره. مين اللي قال غير كده؟ لا، في ناس عايزه تسحب التخصص مننا وتديه لقسم الطب الطبيعي. نزل يا ابني. شكرا انت. وانت شايف الحل بقى؟ اللي انت ترمي كل يوم في الارض واللي انا اجري المك من الاقسام؟
تخافش عليا يا صالح. انا مش خايف عليك، انا خايف على نفسي وعلى امك زي ما قلت لك. لو حصل لها حاجه وربنا ما هسامحك. قومي قومي روحي، يلا قومي وحسك عينك اشوفك في المظاهرات. قومي. اعمل لك شاي تاني يا بلال؟ لا ده انا بشربه دلع كده يعني. الظبط منك له ذاكر في ايه ياما في ايه؟ العيال بتنام على روحها وهي بالذاكر. ما هو من كتر جريهم في الحاره طول اليوم. هم دول بتوع مذاكره ومدارس، دول مش نافعين في اي حاجه. قوم يا ولد قوم منك له، يلا اتخمدوا. ما عرفتش حاجه يا بلال. مكتمين على الخبر. طب بقول لك ايه، ما فيش حد كده نديله قرشين ويعرف لنا مين كان يوميها موجود في الكمين؟ يا خبر بفلوس بكره يرخص، وهعرفه يعني هعرفه. ما خلاص يا بنتي بقى، كفاياكي بقى. ما هو سهل عليك انت ياما، سهل. مين قال انه سهل؟ بس هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. تصبحوا على خير بقى. ما انت قاعد. معلش عشان عندي مصلحه بكره، تصبحوا على خير. بقول لك ايه، مش هوصيك لو شميت اي خبر. قول يا رب. يا رب. روح ربنا معاك يا رب. استلم يا باشا. مالها دي؟ مصنفات. قدام اللي حصل دي شويه شرايط بستلزق بيها، وبعدين خلاص جت عليا انا، ده انا بجري على تاني. بس يا بنت صلاح. يا باشا شوف لك سافر في المحضر ده وانا داخل الحمام. ماشي؟ ماشي يا باشا. خلاص انت يا يوسف روح وانا خلاص المحضر. ماشي. اسمك ايه؟ منى عباس احمد. منى ايه؟ عباس احمد. معاك بطاقة؟ ضايعه بس معايا صورتها. طب بدل انت مفتحه كده يعني وشغاله في الشرايط المضروبه، ما لقيتيش غير المهندسين تروحي تسرحي فيها؟ ما تروحي اي منطقه شعبيه عشان ما حدش يشوفك. شعبيه مين يا باشا بس؟ مين هيدفع لي 10 جنيه في الشريط في المنطقه الشعبيه؟ ما هو لا مؤاخذه ما بيدفعوش غير في المهندسين او الزمالك. شكلك كده مش وش بهدله. هعمل لك محضر اساعدك فيه. اقعدي. تسلم يا باشا. هكتب لك محضر وان شاء الله رئيس المباحث يمشيكي من هنا، ما تروحيش النيابه. تسلم. قلت لي اسمك ايه؟ منى. منى ايه؟ منى عباس احمد. احمد اعمل لي شويه قهوه. في حاجه يا جدع؟ لا مفيش. ما دام مفيش بتحوم ليه حوالين المنطقه؟ ما قلت لك مفيش حاجه يا خفيف. انت عبيط يالا، ما تنطق انت منين؟ جرى ايه يا بلال؟ جرى ايه؟ الباشا البلوكامين الجديد بتاع القسم. ها؟ لا مؤاخذه يا باشا. اتفضل. اتفضل يا باشا اتفضل. اتفضل. اتفضل يا باشا اتفضل اتفضل. يا ساتر. اتفضل. لا مؤاخذه. هقوم اعمل لك شاي. لا شاي ولا حاجه، الواحد نفسه مقطوع طول النهار من الشاي. طب انزل اجيب لك حاجه ساقعه. لا ساقع ولا سخن. اقعدي معايا شويه. معلش بقى البيت مش قد المقام. لا ده حلو قوي.
صورة ابويا. افتح يا واد، انت مش سامع؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا دي الكسوف. صلاح باشا، وايه لازمته ده كله؟ حاجه بسيطه عشان العيال. انت يا واد. بيهم والله انتوا ما تربيتوا. بيهم العيال احباب الله. اتفضل اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا. اعمل لك كوبايتين شاي يوم. حاضر يا حبيبتي. خد يا منى. ده عشان انا؟ اه. وليه تكلف نفسك كده يا باشا؟ ما بلاش يا باشا دي. قولي يا صلاح. يا لهوي، اقول لك صلاح حاف كده يعني؟ اديكي قلتيها اهو. شك الدبوس. نزلت الشغل النهارده ولا ايه؟ اه نزلت وبعت 10 شرايط. وشك حلو عليا. تكسبي كام يعني من الشغلانه دي؟ يعني 15 ساعات 20 يعني حسب رزقي. لو جبتلك شغلانه بنفس المبلغ ده تشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا سعاده الباشا، يا ريت على الاقل تتلم من الشوارع. بس انا يا دوب بفك الخط، ولا معايا شهاده ولا صنع. الشغلانه دي مش محتاجه الكلام ده، هتشتغلي في مشغل واحلى ما فيه ان كله حريم. خلاص يا بت، اسمعي كلام سعاده الباشا. اتفضل. صلاح يا امي، خلي البساط احمدي. شكرا. صدق اول مره اخرج مع واحد. تتكلمي جد يا منى؟ هو ايه يا اخويا ده؟ كل ما اقول لك حاجه تقول لي بجد بجد. اه بجد. بطمن بس. لا يا اخويا اطمن، اول مره اخرج مع واحد. عارفه انا جايب لك ايه؟ ايه؟ خاتم. ليه انا؟ اه، وربنا يقدرني ويغرقك دهب ولبس وكل حاجه. امسكي. يا بركه دعاكي ياما، ربنا بعت لي الراجل اللي طول عمري بحلم بيه. يعني مبسوطه معايا يا منى؟ مبسوطه ولا متضايقه؟ يا اخويا تف من بقك، يعني ما انت شايف ان الفرحه مش سايعاني. بس لا مؤاخذه لازم امشي. ليه؟ اصل مش قايله لامي، وبعدين يعني قعدتنا كده وخروجنا مع بعض غلط. اه صح. صدقي كده انا احترمك اكتر واكتر. اشربي العصير بتاعك وبعدين نمشي. اشربي. اخويا يلا يا اخويا، انت هو قلعوا يلا عشان تستحموا. ليه ياما؟ الله يا واد، انت نتنت. يلا خلصوا. ما تردي يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله، انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا هو انا هتجري فيه؟ دول 3 حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه. هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. اذا كان كده ماشي. كفايه منى بقى يا حبيبتي، اللي جرالنا مش ناقصين. الراجل هيجي لي بالليل ياخد البضاعه ويسلمني فلوس، يبقى كده خلصنا. ايوه صلاح باشا. لا معلش، اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. ناس زي الفل. انت بتكتبي على الراجل كده ليه؟ صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش، الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلاك للعوزه التقيله. خلاص ابقى اكلمك واشوفك قريب. يلا بالسلامه. بالسلامه. انتوا بتضحكوا على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما رحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه ال 300 ولا ال 200 ملطوش اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرضي يا حبيبتي راح المشغل وسأل عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسأل عليا، انا حر.
يا بنتي حرام عليكي، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل على نفسه مش عليا. روحي حمل عيال احسن ريحتهم طلعت. اعملي اللي انت عايزاه، اعملي. ازيك يا عمر؟ بقول لك انا بيه يخلع دلوقتي. ليه؟ موظف الحي موجود في الحاره، لو شافنا مع بعض هيقولوا بيعملوا شغل. اخلع. طب هلغيك بسرعه انت. قوم وخلص. بكره هتستلم 500 لمبه هتسلمهم لقسم التركيبات، دول هركبوا في لمض الحي كله وانا ماشي في الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام. هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. قول اشرب حاجه. السلام عليكم. حبيب قلبي. ايوه يا عامر. مع السلامه. السلام عليكم. سلامه. ورنيلي. استنى يلا. هنا ده الإشارة. إيه الأخبار عندك يا ريس؟ صباح الخير يا باشا. راني يا يسري. عاوزين نودي الاكل ده لمنى عباس، هي محجوزه هنا، ما بعته لها يعني. ولا امشي من هنا. ايه يا باشا وانا اجيب لها ايه؟ انا اجيب لها اكل. انت هتطول لسانك؟ خد فتش لي الاكل ده. اتكل على الله. ولا يا باشا انت تعرفها منين؟ من حارتها يا باشا، حضرتك شفتني قبل كده. اتكل على الله. حاضر. هو انت مش دخلت لها الاكل اللي انا جبت لها الصبح؟ لما عرفت ان انت اللي بعته ما رضيتش تاكل. طب دخل لها الاكل اللي امها بعتها. حاضر. منى عباس. ايوه. امك بعتلك الاكل ده. تعالي يا بنت انت وهي، ده اكل بيتي. جمك طلعت مرة قورة قوي يا بنت في الطبيخ. ده تمر مرة يشطح بوزي. ايه مرة دي؟ لما ام انا تبقى مرة، امال امك انت تبقى ايه؟ امال اختي هي مش مرة ولا ايه؟ اما انت يا ليلة الادم، هو لازم تبقي في السجن؟ لا يا حبيبتي، انا قليلة الادب جوه السجن وبراه يا عينيا. انا بتنقلب على روحك. ما انتش طافحة قومي. انت يا بنت ما انتش اهل مني يا بنت. ما انتش طافحة. يا نهارك اسود. ما انتش طافحة يا وليه. يا وليه كلمي نفسك يا بنت. قولي لي ما انتش طافحة. هوريك. بقى يا بنت وهي في حاجة احنا ولا فاهم؟ وحياة امي لوريك. ما تحترم نفسك. توري مين يا مرة؟ بس يا مرة. حاضر يا بيه. من بكره انت هتروح على النبا والنبا على السجن. احسن ما اشوفش الاشكال الواسخة دي. احنا برضه اشكال واسخة. مش بقول لك اسكت يا مرة ولا امسح بكرامتك الارض. تحت امرك يا بيه. حاضر. حاضر يا بيه. يوسف كلبش البت دي ورميها في الطرق. يلا قدام. ما تحت السجارة يا مرة. كل واحد تقعد مكانه. اسمع صوت في الحبس. اقفل يا ابني. صلاح باشا نورت. ازيك يا محمد؟ ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ رابع مرفوعات نزلت اهي. اخيرا ده انا دايخ عليها. بكام؟ اهو وصل. يا عم بكام؟ لو الباشا عرف ان انا خدت منك فلوس هيوديني ب 60 ده. لا حول ولا قوة الا بكام؟ بكام يا محمد؟ لا يبقى المره الجايه لما حضرتك تشوفه يبقى حاسبه. عامة تشكر. الف شكر يا باشا. سلام يا احمد. سلام يا باشا. ابو الصلح. يا حوده. يا ريس اخبارك ايه؟ تمام. صلاح زميلنا في الليسانس. اهلا بيكي. صلاح ده موس في المذاكره. لا موس ايه ولا موس ولا حاجه، ربنا يستر السنه دي. ما بشوفكش في المحاضرات الاخيره دي ليه؟ مش فاضي والله. طب اديني تليفونك اكلمك. ما انا اديتهولك 100 مره. معلش دوري كام مره. حاضر هرن عليك بس تسجله. اكيد. يلا سلام. ملزمه المرافعات نزلت. اه جبتها. ماشي. سلام. سلام يا ريس. مع السلامه.
عامله لي فيها ثورجيه وبتعتصم في الكليه. انا حره ومحدش هيمنعني من حاجه. يا ليه يا بنت انت حره؟ ايه مالك انت؟ وما لما تتحبسي وتروحي في 60 داهيه، مالك انت بقى اللي يعتصم يحتسب؟ كلمه واحده اقولها لك قدام امك، مفيش مروحه الكليه طول ما في اعتصام، ولو عرفت انت رحت في مظاهره او مشيت في اعتصام وربنا ورحمه ابويا هكون ضربك بالنار. ماشي ماشي يا اخويا. بقول لك ايه، تحب اعمل لك لقمه كده تاكلها؟ لقمه ايه بس ياما؟ انا سايب شغلي وسايب الاسم يضرب يقلب عشان لهاني. عاجبك كده؟ معلش اخوك الكبير ولازم تسمعي كلامه. ما هو من ساعه ما دخل الشرطه مفيش على لسانه غير اضربك بالنار اضربك بالنار، ولا ده عشان مسك مسدس؟ يا بنتي ده كلام، هو انت هتهوني عليه؟ ادخلي ربنا يهديكي، غيري هدومك يلا. الطعن على الحكم الصادر ضده بكافة طرق الطعن المقررة في القانون. الشاي يا حبيبي. مالك يا صلاح؟ في حاجة يا أما؟ سرحان في ايه يا حبيبي؟ مش خلاص فقت وبقيت زي الفل؟ كل ما أقرأ قانون أو مذكرة ضميري بيأنبني، مش عارف أذاكر خالص. يا حبيبي ما هو مفيش حد بيفكر زيك كده، يا اما تسيب الشرطه دي بقى. ليه بتقولي كده؟ يا حبيبي الشرطه دي محتاجه ناس قلبها ميت علشان ما يندحكش عليها. مش كل واحد يعيط دمعتين يبقى غلبان وطيب. طب ما ان احنا بتنزل عسل بس بتقرص. البت خدت سنة حبس، يعني خربت بيتها، موتت أبوها وحبستها، وهي في رقبتها كوم لحم. قطيعه يوم ما اشتغلت امين شرطه كان يوم اسود. أو في ناس كبار بيشغلوها، بيشغلوا ولاد وبنات، عيال مش فاهمة ولا عارفة حاجة. وبيعرفوا امتى؟ لما يتمسكوا ويتحبسوا، ساعتها ما بيشتغلوهاش تاني. خلاص لو تقدر تساعدها ساعدها، اهي يبقى لك الثواب. بقول لك ايه، قوم ريح نفسك بقى كده من المذاكره ونام لك شويه. معاك حق، أنا عايز أرتاح. طب يا حبيبي تصبح على خير. امال الرز فين؟ اهو جه اهو. الهنا والشفا. حطي لي شوربه. حاضر. بعد ما تاكلي يا سناء لمي الملايات بتاعت اوضه النوم واغسليها على طول. حاضر. ما تلغي المشوار دوت عشان انا تعبان النهارده. خليك انت وانا هروح. اي حد فينا يسافر. والله يبقى احسن برضه لان انا تعبان وعندي صداع ومحتاج انام ساعتين. كنت بقول لك ايه يا ست هاني، ده بعد اذنك يعني امشي النهارده بدري واجي لك من صباحيه ربنا الم لك كل اللي انت عايزه تغسليه بدري بدري كده. مش هياخدوا في ايدك ساعه، اغسليهم وانزلي على طول. حاضر اللي تشوفيه. خالد انا خايفه قوي. في ايه بس؟ هو يمنعك عني بره الجامعه وجوه كمان؟ لما نشوف بعض جوه الجامعه ده امر طبيعي، انت زميلي، انما هنا احنا في الشارع. صفاء انا بقالي اسبوع ما شفتكيش. انت مش متخيل انا نزلت ازاي، ده انا عملت فيلم على ماما. لو صلاح اخويا شافني يا لهوي ده هيسود عيشتي. انا مش فاهم هو ليه مربي لك الرعب ده؟ هو احنا بنعمل حاجه غلط يا صفاء؟ اه طبعا بنعمل حاجه غلط. ازاي يعني؟ تقدر تقولي لو اي حد شافني وسالك انا اقرب لك ايه هتقول له ايه؟ هتبقي خطيبتي. هبقى مش كده؟ يا صفاء احنا في مكان عام وكل الناس يا شايفين. خالد انا بس اللي عارفه انك انت كويس، بس لو اي حد شايفنا اكيد هيقول غير كده. يبقى اروح اخطبك من صلاح. هيرفض. ليه؟ ما انا جميعي زيك ومفيش عيب. وبعدين؟ موضوع الشغل يعني هيتحل ان شاء الله. كمل وبعدين؟ هتصرف يا ستي في الشقه. يا خالد انت ليه مش عايز تفهم؟ انا من منطقه شعبيه، لو اي حد شافنا لا يمكن هيفهم اللي بينا. يعني واحده قاعده مع واحد في كافيتيريا ولا حتى في محل كشري، اكيد اي حد هيشوفها هيشك في اخلاقها. انت بتقولي الكلام ده على اساس ايه يا صفاء؟ على اساس ان انا يعني من الزمالك؟ طب ما انا برضو من حته شعبيه. لا على اساس انك انت تفهم وتبطل زن على دماغي علشان انزل اقابلك بره الجامعه. ماشي يا ستي، تحت امرك، مش عايزه اشوفك. هو يعني يا كده يا كده، ما تبطل بواخر بقى. تحبي نقوم نمشي؟ انت كمان هتزعل زي العيال. مش هعرف ازعل منك. طب بطل كلامك الحلو دوت بدل ما اقوم واسيبك وامشي. اهو كلامك بقى ده اللي مش حلو. بقول لك ايه يا خالد، انا همشي عشان انا جدتي مش خاصه. باي باي. هكلمك صفاء استني يا صفاء. يا صفاء استني بس، استني الحساب لو سمحت.
صفاء 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 في ايه يا صلاح؟ صفاء فين يا ام؟ نايمه معايا جوه، ليه يا ابني؟ نايمه ايه؟ ده لسه شايفها بتبص من الشباك. يا ابني يا حبيبي نايمه معايا جوه اهي، تعالى شوف. احنا مش هنخلص من اللي في دماغك ده بقى. مساء الخير يا ام. مساء الخير. بقول لك ايه، في اكل عندك في المطبخ لو عايز تاكل. لا انا اكلت سندوتشين كبده بره. تصبح على خير. طب يا اخويا ربنا يقويك. شايفه عمايل ابنك؟ انا مش فاهمه بيشك فيا ليه؟ هو انا بعمل ايه اصلا؟ معلش، مين اللي بيشوفه في الشغل؟ استحمليه. استحمله؟ ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه ومع اصحابي. في ايه؟ هو انا عيله عندي 10 سنين؟ يا بنت ده كل يوم والتاني يجي يحكي لي على بلاوي بيشوفها في الاسم وكلهم يطلعوا بنات جامعه. ما هو يا واثق فيا يا مش واثق، واذا ما كانش واثق المفروض بقى ما تعلمونيش وقعدوني في البيت. يا بنت اسكتي اسكتي وطي صوتك شويه. ما هو خوفك ده ياما اللي مودينا في 60 داهيه. انت عايزه ايه؟ عايزاني يعني اقوم لك اضربهولك قلمين عشان ترتاحي؟ اتهدي واسكتي بقى. لا اضرب انا قلمين على وشي. تصبحي على خير. دي من اهله. اقفش. ايه يا بت؟ بتحبي ولا ايه؟ يا ريت يا اختي يا ريت. يبقى جوزك وحشك. مش متجوزه ولا مرافقه ولا مصاحبه يا بت؟ عايزه ايه يا وليه؟ ما تتلمي بقى. الله مالك؟ امال عايزه كده تفهميني انك سك؟ لا يا اختي بحط تلج. ما انت ليكي في اللون اهو، بتفهمي في الخمره. اما الملك قاعده مكتومه كده وسكتم بكتم. احكي لك ايه يعني؟ احكي لك ايه بس؟ اسمعي بقى، انا صايعه قوي قوي وافهمها وهي طايره، واعرف عين الست من اول ما ابص فيها. وانتي عينك كده سايحه ونايحه وجواها راجل قاعد ومقدد. ما تفضفضي يا حبيبتي، ده انا زي اختك الكبيره. قوليلي ايه بتحبي؟ اللي كنت بحبه مات. الله يرحمه. ده كان ابويا. ارتحتي؟ ابوكي؟ ما كلنا حبينا ابونا. انا بتكلم يا بت عن الحب التاني، الامور. قصدك الحب ابو غرض يعني؟ ايوه هو ابو غرض ده اللي انا بتكلم عنه. لا يا اختي عمري ما حبيت، ولو حد كان يبص لي بصه كده ولا كده كنت اخاف منه. في الحته بتاعتنا في صنفين من النسوان، يا اما نسوان بتخاف من الرجاله عشان اهلها، يا اما نسوان بتحب المشي البطال زي يعني. ما اخبيش عليكي يا حبيبتي، انا الصنف التاني ده. ومش المشي البطال سايقني وبس، لا ده طاير بيا طيران. الله اكبر الله اكبر. على فين يا جدع؟ جرالة انت كل ما تشوفني تقول لي على فين على فين؟ تكونش اشتريت الحاره ولا ما اعرفش؟ ما انت برضه كل ما تشوفني بتنساني. اه طب اخلع يا خفيف اخلع. مين؟ انا انت مين؟ صلاح امين الشرطه. انت عايز مننا ايه تاني؟ ضحكت على البنت لغايه ما قبضت عليها. روح منك لله، ده انت خراب. ليه كده يا حاجه؟ ده انا بالعكس كنت عايز اساعدها. تساعدها؟ تساعدها ولا تحبسها؟ انا خدت لها سنه حبس. روح منك لله يا شيخ، حرام عليك. ما تزعليش. اهي سنه تاخدها بالطول ولا بالعرض، بجمله العذاب والمر اللي احنا فيه. على كل حال انا موجود، لو احتجت حاجه كلميني. يا استاذ شيل حاجتك دي، احنا مش عايزين منك اي حاجه يا استاذ، يلا اتفضل. يا حاجه دي حاجه بسيطه عشان العيال الصغيره. العيال بخير ومستورين، وانا موصاني ما اخدش منك كفه حاجه، توكل على الله. موصياتي
السلام عليكم. صفاء صفاء صفاء. ايوه يا صلاح، في حاجه؟ تحب اجيب لك ميه؟ اقعدي. انت كويسه؟ الحمد لله. ليه؟ لو في اي حاجه عايزه تقولها لي قولها لي. احنا اخوات مالناش غير بعض. طبعا يا اخويا، ربنا ما يحرمنا من بعض. امال مين خالد اللي انت خرجت معاه النهارده في الكليه؟ ده زميلي في الجامعه، رحنا نجيب اكل لينا ولزمايلنا. مش هم قالوا لك كده برضو؟ زمايلك اللي بيمشوا معاك في المظاهرات اللي انا منعتك منها. يا صلاح، ده مستقبلي ولازم اقف جنب زمايلي، دول عايزين يشيلوا التخصص من الكليه. يا بنتي اللي بتعملوه ده ما فيهوش فايده، الموضوع ده مش هيتحل غير مع نقابه الاطباء. كله كلام وبس، ومفيش اي خطوه بتحصل. اللي انا عايزك تحطي في دماغك حاجه واحده بس، انا اخوكي وبكره هبقى ظابط، يعني حافظ عليا، خلي بالك مني. حاضر. وزي ما قلت لك لو في اي حاجه تعالي قولي لي. حاضر. يلا تصبح على خير. انت من اهل. اوعى يا واد انت وهو تكونوا مزعلين امكم. لا والله اسأليه. بتقولي جالك يعني. اما واد بجح صحيح. لا وايه؟ جايب لي شويه اكياس، مشيته وهو قفاه يقمر عيش. ما هو سجنني خلاص، عايز ايه تاني؟ يمكن ضميره أنبه. ضمير ايه يا ابو ضمير؟ وده عنده ضمير؟ قولي لي احسن، عملتي ايه في الاستئناف؟ ولا حاجه. رحت لصاحبتك مديحه اتهربت مني، وخالك ايد ورا وايد قدام. هو ياما فاضل 15 يوم، انا خايفه الميعاد يفوتنا. انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ قولي لي اعملها وانا اتصرف. اتصرفي، بيعي اي حاجه في البيت. ما انت عارفه كل حاجه يا منى، هو البيت فيه حاجه تتباع؟ ما انت راسي على كل حاجه. كلمي الواد بلال، الواد جدع وهيساعدني لو هيقدر. بلال ايه بس؟ هو بلال هيعمل ايه؟ هو لو قدر هيعملها، ما قدرش خلاص ياما هقضيها هنا سنه ونخلص. النبي حرص وخالك بعت لنا امبارح 50 جنيه. قولي له يتقي الله، بنت اختك في السجن. اقول لمين؟ ده بلال احن منه عليكي. يلا المهم خدي بالك من نفسك، انا جايبه لك حته فرخه كده سخنه وشويه بطاطس بدمعه. اكلت ولا جعانين؟ يلا بسم الله كده. مش هوصيك يا يسري، الموضوع ده ما يخرجش بينا. عيب، ده انت اول مره توصلني في طلب، طول عمري انا اللي بقصدك. اسمها منى عباس احمد، موجوده في سجن القناطر. بكره هرفع الاستئناف، لسه عندنا وقت. انت شايف يعني ان في امل؟ على الله، بس الموضوع صعب. شوف لنا اي مخرج، ده انت ابو الاساتذه. هي فيها مخرج لو تهمك قوي. ايه هو؟ واد صايع يشيل القضيه. سهله دي. هات لي انت بس واد يقول انه بيحبها، وان هو اللي اداها الحشيش قبل ما يتقبض عليها، وانت تشهد انك شفته لحظه القبض على منى. طب سيبني لبكره نرد عليك. وانا مستنيك. لو ليا كفايه بص بقى في صوره الواحد، صدقيني هنموت من غير ما نشوفه. نفسي اشوفه يا ماهر، وبعدين انا كبرت. فؤاد لو شافني دلوقتي مش هيعرفني. هو بطل يطلبنا ليه؟ انت بتساليه ماما؟ روح اساليه. اعمل ايه؟ الواد وحشني قوي. طب يكتب لنا جوابات يطمنا عليه، ينسانا كده كاننا ما كناش موجودين في حياته. هو ينفع؟ ده زي ابنك يا سعدية، خلاص كلبه مات، ما بقاش يفكر غير في نفسه وبس. ادعي له بالسماح يا سعدية، قومي نامي، انت تعبانة من صباحية ربنا.
هو فين النوم ده؟ خلاص العين جفاها النوم. خلاص خليكي كده، خليكي كده احرجي في دمك على حته كلب ما يستاهلش. شابي انا تحت امرك يا باشا. منى خدت سنه حبس. عارف يا باشا. بنت غلبانه، عايزين نساعدها. ما هي نازله استئناف، ربنا معاها بقى. بقول لك عايزين نساعدها. مش فاهمك يا باشا. عايزين حد يشيل القضيه. هات قهوه ساده يا ابني. بص يا باشا، اتمنى ما اكونش انا اللي في دماغك. لا مش انت، بس انا جاي لك عشان تشوف لي حد. نشوف يا باشا، نشوف. البت حلوه وتتخدم برضه. ما تظبط نفسك يالا، ما تخليش دماغك تروح لبعيد. بعيد قريب، المهم المصلحه تقدر. ماشي. عندك حد يخلص؟ هحسبها لك. اللي هيشيل ده هياخد سنه 6 اشهر بالميت. هيتظبط بقرشين كده تلاقي كتير يشيله. اجيبه لك امتى؟ اهم حاجه اكون بعيد عن الموضوع ده. عيب يا باشا، انا هخليه يسلم نفسه قبل الاستئناف واظبط لك الدنيا. فهمني، اكون بعيد عن الموضوع ده. هو انت مين يا باشا؟ انا ما اعرفكش. يا اهلا وسهلا. خالد زميل صفاء طالب ايدها. يا اهلا وسهلا، ده انت شرفتنا. الله يخليك. وانت بقى زميل صفاء في الكليه؟ ايوه في اخر سنه ان شاء الله. اتفضل الشاي. شكرا. لا مؤاخذة بقى، انت بتشتغل ولا ابوك بيصرف عليك؟ والدي راجل على المعاش والمعاش يا دوب بيكفينا، وساعات يعني اشتغل في الصيف اجيب قرشين يعني يسندوا برضه. وانت بقى عندك شقه؟ انت عارف الجواز شقه. حضرتك شويه الايجار الجديد في كل مكان. ايجار جديد؟ وانت شايف ان واحد في ظروفك كده ينفع يتجوز؟ حضرتك دي ظروف كل الشباب اللي في بلدنا. وصفاء عارفه ظروفك دي؟ ايوه عارفاها طبعا. يعني بتتقبل؟ ادي الهانم اللي انا سمحت لها تدخل الكليه، ادي اللي انا كنت عامل حسابه. اهدى يا اخويا، الراجل في بيتنا عيب كده. راجل مين؟ انا مش شايف رجاله. هو ده لو راجل وعنده نخوه يجي لي البيت ويقول لي اللي بيعمل اختي. انا مش فاهم انا غلطان في ايه؟ انت تستعمل ايه انا؟ اهدى يعني عايز تفهمني انك عمرك ما شفتها ولا خرجت معاها؟ وانا لو عمري ما شفتها اتجوزها ليه؟ ايوه شفتها. وبعدين انت عايز تفهمني ان احنا في سنه 2010 ان في واحد راح يتجوز واحده عمره ما شافها؟ يا حلاوتك يا ابو 2010، انت جاي تعلمنا التربيه في بيتنا انا؟ يا استاذ اختك في كليه مشتركه وليها زمايل واصحاب بقالها اكتر من 4 سنين. زمايل جوه الكليه، فهمني يا مفتح، مش بره الكليه. ومين قال لك ان انا شفتها بره الكليه؟ تحلف على المصحف؟ تحلف؟ مش هحلف ومش عاوز اتجوز. هو اللي بيتحقق معايا في قضيه ولا ايه؟ على فكره انت هتكون السبب في عقدتك. بقول لك يالا، ورحمه ابويا لولا وقفت امي لكون ضربك بالنار. استنى يا ابني، الراجل ده في بيتنا. انت بتقول ايه برضه راجل يا اما؟ استنى يا اخويا. استنى ايه حضرتك؟ واضح ان اخويا محتاجه جنبه في البيت، خليها اخيرا جنبك، خلينا. خد بقى يا عم الترشادي، خد اقول لك يالا. كده يا صلاح يا ابني، حرام عليك حرام عليك. كان في الواد بيقفل الباب ازاي؟ اهدى حرام عليك بقى. صفاء بنت يا صفاء، احلف لك على مصحف اني عمري ما قابلت. اخلصي. انت كمان هتحلفي كده؟ كلمه واحده قدام امي، لو عرفت ان بتكلمي الواد ده هحرق لك عرق، ولو عرفت ان انت بتشوفيه هتكون اخرهم في عمري. بس بقى. انت فاهمه؟ بس فاهمه يا بنت؟ حاضر، ابعد بقى حرام عليك. يا ام منى، في ايه يا بلال؟ في ايه؟ سيبت ركبي. منى خارجه بكره، الواد اللي رمى لها الحشيش مسكوه خلاص. بتتكلم جد؟ ايوه منى خارجه بجد يا بلال. هتطلع على النيابه وهناخدها من الاسم. يا صلاة النبي يا حبيبتي يا بنتي. مبروك يا ماما. الله يبارك فيك يا صاحبي الباشا. مش عارفه بجد والدي جمالك فين. يوسف، نعم. خلص لها الاجراءات بتاعتها عشان تلحق تروح. حاضر اصلاح باشا. بسرعه. حاضر. يا
حبيبتي. الست انت بتعيطي ليه دلوقتي ليه؟ ما هي خارجه. انا مش مصدقه نفسي يا عبد الله يا ابني. لا صدقي، اصلها اتاخرت كتير، انا خايفه يكونوا رجعوا في كلامهم. ست والله افراج افراج. انا مش مصدقه غير لما اشوف بعينيا. شوف اتاخرت ليه؟ ما انت ليك دليل على الاسم ده. حاجات اهي. يا حبيبتي يما، يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي، اسم الله عليك يا قلبي. الحمد لله على سلامة، الحمد لله على سلامة يا سلمى. مش قلت لك اشوفك على الاسفلت قريب؟ راجل يا بلال طول عمرك راجل. الحمد لله على السلامه يا منى. الله يخليك يا عبد الله. البيت صباح اخبارها ايه؟ وراحنا الخميس اللي جاي. كفاره يا راجل، اخيرا هتتلم. ما تمدوا شويه يا جماعه عشان انا بيجي لي ارتكاريه من الاجسام. ألف حمد وشكر لك يا رب، حمد وشكر لك يا رب. وكمان جبت تاكسي بعد ما رفضوك من الحي. انا اللي رفضت نفسي، انا مش في السكه الشمال. يلا اركبي. الحمد لله على سلامتك يا قلب امك. يلا خش يا ولد. تسلم ايدك. ما اعرفش انا بستريح عندكم في البيت ليه. ربنا يريح قلبك يا صلاح باشا. ما بلاش يا باشا دي، مش قلت لك 100 مره؟ هي ولا يا امي كل ما تشوفك داخل علينا تقوم خلع. تفهم يبقى ناصر. بقول لك ايه، اوعى تفتكرني كده ولا كده. كده ولا كده ايه؟ ده انا اكتر حاجه بتعجبني فيك اللي انت بنت دول ومفيش حد يعرف يهزك. ما انت مصحصح اهو. بص يا منى، انا عايزك تشوف لك شغلانه، حاجه كده تاكلك عيش انت وامك واخواتك. نتاجر في البودره. انا بتكلم جد ما بهزرش. ما انا كمان بهزر. نشوف لك محل في الحاره، محل حلو كده، حاجه تتلمي فيه. الدكاكين في الحاره بقت غاليه. بكام يعني؟ 60 50. يا بيت ايجار جديد 10 سنين ولا حاجه، ندفع لنا كام باكو كده، وكل شهر 200 300 جنيه، وما تخافيش طول ما انا موجود محدش يقدر يخرجك منه ابدا. وده هنبيع فيه ايه ان شاء الله؟ اي حاجه، شرايط، افتحي بوتيك، بيعي فيه دباديب، اي حاجه. انا بجد كده مش هعرف ابص في عينك. ها؟ ليه؟ جمايلك مغرقان. انت تستاهلي كل خير يا ماما. والله. وانا ان شاء الله خلصت لك موضوع المحل ده في ظرف يومين. طب يلا قوم، انا هشوفك بكره صح؟ طب هعدي عليك. طب قوم يا راجل عندك شغل. احنا قاعدين شويه. قوم. مع انه والله الواحد ما بيزهق من القعده معاك. يلا. مش عايزه حاجه؟ سلام. الله يسلمك. يلا بقى. يالا انت قاطرني ولا ايه؟ لا سمح الله يا باشا، وانا اقدر اقطرك؟ حد برضه يقدر يقطر الحكومه؟ بس انت بالرجوله كلها تفهم في الاصول، ولا مؤاخذه يعني احنا رجاله زي بعض يعني. ولا ما تخليش اشوفك كتير، هحبسك. خطفتها من على طرف لساني يا باشا. على فكره انا ساكن هنا، ما تقعد تشرب شاي يا باشا. ما تقعد تشرب شاي، هيعجبك، شاي تقيل. مين؟ انا بلال يا منى، افتح. تعال اقعد يا بلال. مش عيب يا منى؟ مش عيب يا منى تقعدي انت والجدع ده لوحديكوا؟ ده حتى اخواتك مش موجودين، ده كلام. يخرب بيتك يالا، يخرب بيتك. انت بتشك فيا؟ انا ما اقدرش اشك فيك يا منى. طب اقعد بقى اقعد. مش فاهم بس الناس هتقول ايه لما يلاقوك انت وهو قاعدين لوحدكوا في شقه؟ ناس مين يا بلال؟ ناس مين؟ الناس دي كانت فين وانا مسجونه ومحدش سأل فيا؟ انا عارفه طبعا انك انت راجل وبتخاف عليا، بس ما تنساش انا بنت مين. الله يرحمه. الله يرحمه بقى. وبعدين الجدع غرضه شريف. جايب لي شغلانه نظيفه اكل منها لقمه انا واخواتي، اقول له لا؟ لا اذا كان كده تمام، بس خلي بالك من نفسك يا منى. ما تخافش عليا. هي الولايه مراتك خلفت ولا لسه؟ لسه، ولولا انها بنت حلال كان زماني متجوز عليها. طب ما توديها تكشف. الله يغلبني يا منى، بس ربك بقى لما يريد. استاذن انا احسن حد يقول ان انا قاعد معاكي لوحدي. لا وانت جذاب.
جدعاني وانا ملهولك بضاعه. يا رب. الف 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 مبروك يا باشا. الله يبارك فيك. مبروك يا منى. الله يبارك فيك. اتفضل اقعد اتفضل. استنى البركه. والله عملت الصح يا باشا. الف شكر. شكله مقبل على البيت. اكيد مش جايب لها محل بحاله. هو اللي شاري المحل ده. حكومه وقادره. بعد اذنك. بلال مش محتاج اقول لك انا مش عايز قلق هنا. وربنا يا باشا ما هيحصل قلق خالص. انا ما كنتش عايز اجي معايا يا باشا. اشربوا الحاجه الساقعه واتكلوا على الله. شربناها. ايه رايك يا عم سعيد؟ حاجه حلوه قوي. اتفضل هنا مع الرجاله اشرب حاجه ساقعه. ماشي. اتفضل يا ست الكل. تتجوزيني؟ تتجوزيني؟ ايه؟ عايز اتجوزك. تشربي حاجه؟ لا. خلي بالك انت من ساعه ما قعدت ما فتحتش بقك. هقول ايه بس؟ ما انت ملخبطني. بص يا منى انا هجيب لك من الاخر. انت عارفه ان انا بدرس حقوق عشان حلم حياتي اللي انا اعلق الدبور. ما هو ده اللي انا بقول. معقول يا بنت هتتجوزي واحد ظابط؟ مش معقول ليه؟ بس جواز بينا وبين بعض يعني. يعني ايه؟ عرفي. عرفي؟ عرفي زي الرسم بالظبط. لغايه ما اعلق الدبوره كده عايزك تقفي جنبي. يا نهار اسود. بعد ما تفرحني تقوم تكتمني كده؟ عرفي ايه يا صلاح باشا؟ هو لا مؤاخذه يعني عشان احنا مش قد المقام؟ ما العرف ده هيبقى رسمي بس علق الدبور. انت عارفه ان هم بيعملوا عننا تحليات جامده قوي. التحريات هتفضحني. يا بنت اللي بحبك عايزك. وانا موافقه يا صلاح باشا. يبقى ربنا يتمم بخير. تشربي حاجه بقى. 2 شربات يا متر. إنه في يوم الاثنين الموافق 5/8 سنة 2010 قد تم تحرير عقد زواجا عرفيا بإيجاب وقبول صريح بين طرفي التعاقد السيد خالد عبد السميع عبد الله والسيدة صفاء يونس، وقد أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد وبحضور الشهود. تفضل حضرتك مدير. توقيع النسختين بعد إذنك. النسخة الثانية من فضلك. وحضرتك وقت. النسخة الثانية. ألف مبروك السكينة. ألف مبروك. ألف مبروك. تشربي حاجه؟ لا. خلي بالك انت من ساعه ما قعدت ما فتحتش بقك. هقول ايه بس؟ ما انت ملخبطني. بص يا منى انا هجيب لك من الاخر. انت عارفه ان انا بدرس حقوق عشان حلم حياتي اللي انا اعلق الدبور. ما هو ده اللي انا بقول. معقول يا بنت هتتجوزي واحد ظابط؟ مش معقول ليه؟ بس جواز بينا وبين بعض يعني. يعني ايه؟ عرفي. عرفي؟ عرفي زي الرسم بالظبط. لغايه ما اعلق الدبوره كده عايزك تقفي جنبي. يا نهار اسود. بعد ما تفرحني تقوم تكتمني كده؟ عرفي ايه يا صلاح باشا؟ هو لا مؤاخذه يعني عشان احنا مش قد المقام؟ ما العرف ده هيبقى رسمي بس علق الدبوره. انت عارفه ان هم بيعملوا عننا تحليات جامده قوي. التحريات هتفضحني. يا بنت اللي بحبك عايزك. وانا موافقه يا صلاح باشا. يبقى ربنا يتمم بخير. تشربي حاجه بقى. 2 شربات يا متر. إنه في يوم الاثنين الموافق 5/8 سنة 2010 قد تم تحرير عقد زواجا عرفيا بإيجاب وقبول صريح بين طرفي التعاقد السيد خالد عبد السميع عبد الله والسيدة صفاء يونس، وقد أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد وبحضور الشهود. تفضل حضرتك مدير. توقيع النسختين بعد إذنك. النسخة الثانية من فضلك.
حضرتك موقع. بص قدامك. ألف مبروك يا أستاذ خالد. ألف مبروك. ألف مبروك. شيل. خلي بالك لما بتيجي المحل بيهوي. ليه بقى؟ وش وحش عليك ولا ايه؟ مش القصد يا باشا، بس انت وشك بطاقة. الناس بتقلق تشتري وانت موجود. اشتري انا. هاتيلي زبدة الكاكاو. وبعدين يا ست بناقص حد يشتري منك الشوية اللي احنا قاعدين مع بعض. انت ما عندكش كلية النهارده؟ خلاص الامتحانات قربت وانا عندي اجازة. ارتحتي؟ طب اشرب الشاي لحسن يبرد. انا والله ما عارف ايه الجواز اللي مع ايقاف التنفيذ ده. احنا مش اتجوزنا عرفي. ما تيجي نشوف لنا شقة كده ونتلم فيها انا وانتي. ده انا ممكن اخد امك واخواتك وتخلعي من الحارة دي. وانا ما رفضتش، بس الجواز عرفي في الضلمه يعني، وانا ما عنديش حاجه اخبيها. من الاخر كده انت اللي مستعر مننا. الله، ايه الكلام ده يا منى؟ خلاص يبقى اقف في وسط الحاره وقول انا عايزه اتجوز منى بنت زيزو. انت عارفه ان انا ما اقدرش اعمل كده دلوقتي. امال هتعملها امتى؟ لما تركب الدبوره. امال وافقتي نكتب عرفي ليه؟ برد لك جمايل. انت بتستعبطي؟ في واحده بتتجوز واحده عشان ترد له جمايله؟ ده انا بقول عليكي بنت مفتاحه. وانا ما اتاخرتش، ده يبقى يوم المنى لما تطلب تتجوزني. بس حتى كتب القانون اللي انت عمال تذاكرها دي بتقولك ان الجواز اشهار. يعني كنت بتضحكي عليا بتنيمين. يا صلاح افهمني. صلاح باشا يا منى. يا سلام، اتعفرت دلوقتي عليا لما قلت لك يا صلاح. يا اخويا ده انت اللي قعدت تتحايل عليا اقول لك صلاح حاف. من الاخر كده في فرق بيننا، يا اما انت تنزل لي يا اما انا اطلع لك، وانا مش هينفع اطلع لك، يبقى انت اللي تنزل. براحتك يا منى. على فين يا باشا؟ في ايه يا بنتي؟ حصل ايه؟ عايز كل حاجه ببلاش. هيرجع هيروح فين يعني؟ ايه النمرة دي؟ الو. الو، انا اسمي منى، زي ما تقولي كده يعني خطيبة اخوكي. ايه؟ هو صلاح طبعا هيقول لكم على الموضوع، بس تلاقيه مأجلها شوية لحد ما ياخد الشهادة. انا قلت يعني احنا بنات زي بعض واكيد هنفهم بعض. طبعا اكيد. اخيرا صلاح عرف واحدة. بجد انا مش قادرة اقولك انا قد ايه مبسوطة. بس بقولك ايه، انا لازم اشوفك. لا طبعا ما تخافيش، مش ممكن يعرف. بكرة لو عايزة. ماشي، سلام. طب ولو عرف انك كلمتيها؟ ما يعرف. هو فاكر يعني جوازنا كده هيفضل سكيتي؟ يا ضنايا الراجل شريكي ما تضيعهوش من ايديكي. مش هيضيع يا اختي، اطمني ده لابدلي. ده انت في حياتك ما عملت الحركات دي مع راجل. مش عاجب المره دي؟ ايه اللي حصل لك؟ والنبي يا اما سيبيني كده العب اللعبه دي على رواق. ايوه يا منى، انت انا هنا يا صفاء اهو. انا قاعده بقالي ربع ساعه مستنياكي. ما انا هنا اهو رافعه ايدي لابسه شرب احمر. شفتك تعالي. ده انت زي القمر. ايه بيقولي لاخوكي؟ طب اقعدي. تشربي ايه؟ بقول لك ايه، انا اللي عازماكي وما تعمليش فيها حركات بنت البلد دي لحسن مش شاربه حاجه. ماشي يا ستي، انا معزوم. ايه ده هو انت ما صدقتي ولا ايه؟ انت بخيله زي صلاح. قولي لي احسن انا حاسه اول مره اكتشف صلاح. لا هو ان جيتي للحق يعني هو حنين واللي في جيبه مش ليه. طب احكي لي، انتوا تعرفوا بعض ازاي؟ يعني انت زميلتنا في الجامعه؟ لا انا مش مكمله تعليمي. غريبه. اصل اكيد صلاح بيحبك قوي. ليه؟ ما تزعليش مني، اصل صلاح طول عمره كان نفسه يتجوز واحده جامعيه،
هو ما لمحلكيش بحاجه كده ولا كده يعني؟ لا خالص. هو انا وصلاح اخوات، بس زي ما تقولي كده بينا وبين بعض حواجز. يعني هو بيخاف عليا قوي وما بيحبش، او بمعنى اصح بيتكسف يتكلم معايا في موضوع المشاعر. مقفل. ما انا عارفه صلاح، انت هتحكي لي عنه؟ الا مقفل، ده رفض زميلي في الجامعه لما جه يتقدم لي لمجرد ان احنا خرجنا مع بعض بره. يا نهار اسود، وعمل ايه؟ عمل ايه؟ ده شتم وهزق وطرده. بصراحه بقى مش عارفين نعمل ايه. ان شاء الله كده لما موضوعنا يبقى رسمي هسلك لك امورك. يا ريت يا منى يسمع من بقك ربنا، احسن احنا بصراحه واقعين في مشكله جامده قوي. مشكله ايه يا اختي بعد الشر؟ احكي لي. لا هو انت يعني عايزه على طول كده تعرفي كل حاجه؟ ما انت هتحكي لي النهارده بكره هبقى مرات اخوكي. وانا يا ستي حماتك. قولي لي بقى، صلاح اتقدم لك ازاي؟ مش فاهمه يعني الشكل الارتباط كان عامل ازاي؟ جه لمامتك، جه لباباكي؟ عادي يعني، اتقدم لي، قرينا الفاتحه ولبسنا دبه. غريبه قوي. امال ليه يعني ما جابلناش سيره؟ ما هو مستني ينجح ويعلق الدبور. ده انت حكايتك حكايه يا بنت يا صفاء، قلبي معاكي. مش عارفه اعمل ايه يا منى. انا اول مره احكي لحد مشكلتي. انا رايي يعني قولي له واللي يحصل يحصل. لا طبعا مش ممكن، انا خايف. يا سلام، وانت عايزاني انا اللي اقول له يعني؟ وانا قلت انك انت اللي هتحلي لي مشكلتي. يا حبيبتي الصبر، لما يفتحكوا في موضوعي فتحي انت في موضوعي. طب انا هقول لك على حاجه، انا النهارده هحاول افتحه في موضوعك. هو اليومين دول شايفاه مبسوط وفرحان عشان قرب يعلق الدبور. يا رب يا اختي يا رب، حاولي كده، انت حاولي. والنبي يا اخ شوف لي كده صلاح سعيد نجح. ايوه نجح وجاب جيد كمان. متأكد؟ ايوه نجح. رد بقى، ده انا عايزه افرحك. اخويا ما ترد. ايوه مين يا اللي بتخبط؟ مين؟ ايه صلاح؟ ايه صلاح، ما انت معاك المفتاح يا حبيبي. معايا المفتاح بس ماليش مزاج افتح، لازم كل البيت يصحى. انا نجحت يا امه، نجحت يا ام صلاح. نجحت يا اخويا. يا الف بركه، الف بركه يا حبيبي، الف بركه. صلاح بيه يا بنت، يعني تقف انتباه وتديني تحيه من النار. تمام يا حضره الظابط. يا ما انت كريم يا رب، عوضت صبر خير يا رب. تقدير جيد مش زي ناس. قصدك ايه يعني؟ كل ده عشان جايبه التقدير الشعبي؟ انا النهارده ملك ايديكم، اطلبوا اللي انتوا عايزينه، اكل شرب لبس مصيف، اطلبوا. ان شاء الله يخليك لينا يا حبيبي. بقول لك ايه، عايزاك بقى تفكر في الجواز عشان تبقى الفرحه فرحتين. ان شاء الله يا رب، بس لما ابقى نقيب ادعي لي انت. ربنا يخليك ليا يا رب. قولوا لي بقى عايزين ايه قبل ما ارجع في كلامي. انا عايزه 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ماشي، النهارده تكون عندي. وانت يا حاج؟ وانا يا حبيبي عايزه اشوفك كده لابس البدله الميري علشان املى عيني منك يا ضناي. ان شاء الله يا ام. الو. ايوه يا صفاء. ايوه يا منى، ازيك؟ صلاح نجح. عرفنا ان هو نجح، لسه مبلغنا حالا. هو لسه جاي. وبعدين يعني مش هنقضيها تليفونات كده، خلينا نشوف بعض. ايه ده، معقوله النهارده؟ يا اختي مش معقول ليه؟ مش هبقى مرات اخوكي يعني؟ سلام لحضرة الظابط. مع السلامه، باي باي. صفاء صفاء، الله، شكلي حلو في البدله. طبعا زي القمر، احلى ظابط في الدنيا. الله يخليكي. ايه ده، طب هتقلعها ليه؟ ما ينفعش البسها دلوقتي، هلبسها ساعه التخرج. طبعا انا معزومه. اول واحده انت وماما طبعا. طب مش هتعزم حد تاني؟ طبعا هعزم كل اصحابي في القسم، كلهم جايين. لا انا مش قصدي اصحابك في القسم. خد على دي جوه. حاضر. انا مش قصدي اصحابك في القسم، امال مين؟ يعني حد يهمك. زي مين يعني؟ قولي لي اكون ناسي حد. هي واحده. واحده؟ خالتي هدى، هعزمها طبعا. لا خالتك هدى ايه؟ انا بتكلم عن منى. منى مين؟ منى خطيبتك يا صلاح اللي انت مخبي علينا. ايه يا صلاح مالك في ايه؟ انا كنت فاكراك هتفرح. انت تعرفيها منين وقابلتيها فين؟ ولا حاجه، هي كلمتني في التليفون وانا نزلت قابلتها. وانا طردور في البيت؟ تخرجي من غير اذني؟ تروحي تقابلي واحده ثوابت من غير ما تقولي لي؟ ثوابت دي بتقول انها خطيبتك.
خطيبتك. كدابه، دي بنت ربط، انا كانت تصعب عليا يعني بعطف عليها، دي بنت تاجر المخدرات اللي انا موتته. يا نهار اسود، طب انا اعرف منين؟ عشان حماره وغبيه، عشان لما واحده تكلمك المفروض تيجي تتصل بيها وتقولي لي ايه اللي حصل. انا اخطب واحده زي دي، ما شفتيش منظرها، لبسها؟ انا شايفاها كويسه قوي. وانا بقى هوريها وهوريك انت كمان، ولما تيجي امك عايز اعرف ازاي انت خرجت من غير اذن. ايه يا ايمان؟ التليفونات بدأت تقل ليه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مش عارفة والله يا فندم، رغم ان مفيش اي حاجة ناقصة، حاجة غريبة فعلا. ما تتصرف يا استاذ تمام، اتكلم مع الناس، ما تقفلش معاهم، حسهم على الاتصالات، لاغي الهوا. هنلاغي الهوا؟ حاضر، هنلاغيه ان شاء الله، ان شاء الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ولا يهمك، انا بكرة هظبط مع شوية بنات صحابي يتصلوا يعملوا لنا حركة ويكتموه. انت ايه بتقولي ده يا مان؟ ايه؟ هننصب على الراجل؟ ولا نصب ولا حاجة، كل القنوات بتعمل كده، سيبني انا بس اتصرف. تصرفي. بقول لك ايه؟ هنروح سوا النهارده، انا دماغي مقلوبه وعايز اقعد معاك شويه. لا هو النهارده بصراحة مش هينفع، انا عندي مشاوير كتير مع ماما، النهارده بالنسبة لي اليوم مقفول، خليها بكرة. هو ايه كل يوم مقفول كل يوم مقفول؟ جرى ايه يا ست ايمان؟ ده احنا لسه متجوزين. ما انت عارف ظروفي وقبلت بيها. عموما ما تزعلش، انا هعوض. ايه يا منى؟ انت نسيتي نفسك يا بت؟ عايزاني ارجعك السجن تاني؟ في ايه يا صلاح؟ مالك؟ مش بقولك نسيتي نفسك؟ اسمي صلاح باشا. مالك ومال اختي؟ بتلف عليها ليه؟ انت فاكره لما تعملي كده هعرفك على امي واختي؟ ولا هدخلك بيتنا؟ دي يبقى بتحلمي لما تشوفي حلمة ودنك. ولا تكوني فاكره لما بطلع اقعد معاك شويه في البيت؟ بتطلع عندي تقعد في البيت والورق اللي بينا. الورقه دي بقى تبليها وتشربي ميتها. ايه اللي امي واختي يا منى؟ ابعدي عن طريقهم، هفعصك يا منى زي الصرصار تحت جزمتي. مش كفايه ان انا فاتح لك محل ولميتك من الشارع بتصرفي انت وامك واخواتك منه؟ ما تحمدي ربنا بقى. لا يا اخويا ما تزعلش نفسك، المحل بتاعك اهو والبضاعه بلحها. صاحب المحل اظن عارف مكانه فين، يبقى اطلع له وقطع العقد، اصله بيخاف منك يا حضره الظابط. شغل الرتح ده ما يتعملش معانا يا بت. لمسح بكرامتك الحاره. انت والمحل وصاحب المحل تولعوا بجاز وسخ. اللخط يا منى. الو، مين؟ ايوه يا باشا يا بتاع الحكومه، روح شارع العرايس نمرة 40 شقه 5 وشوف الانسه اختك بتعمل ايه. انت مين يا بنت الو؟ اما يا اخويا في ايه مالك؟ صفاء فين؟ صفاء بقت عند خالتها. مش هناك، البنت مش هناك وتليفونها مقفول. صفاء فين؟ انا عارفه بقى، علمك كان زمانها جاي. فضلت تدلع عليها لغايه ما ضيعتيها. ضيعتيها يا امه. يا لهوي صلاح، ولا يا صلاح في ايه يا صلاح؟ يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا بنتي. ايه ده انت مستني يا حبيبتي؟ لا خالص، استني اروح اشوف مين. صفاء فين؟ صلاح يفهم صح، يفهم صح، احنا متجوزين. الورقه اهي، الورقه اهي يا صلاح، احنا متجوزين. انت بتعمل ايه؟ جاية تشمتي؟ تقتلي القتيل وتمشي في جنازته؟ ما انت تالت ابويا ومشيت في جنازته، هي اختك احسن من ابويا؟ انت تعملي فيا انا كده؟ اشرب يا صلاح وبكيف. ابوك كان عايز يقتلني، ضرب عليا نار. المسدس كان صوت. وانا ايش عرفني؟ انا قتلته وهو بيصلي؟ ابوك كان تاجر مخدرات وانت اكتر واحده عارفه. انا كنت بأدي واجبي. وانا كمان كنت بقضي واجبي. اختك فرع مايل في عيلتكم، ما اقولكش هسيبك مغفل. انت ازاي كنت قادره تقولي بحبك؟
دي بقى الحاجه الوحيده اللي عمري ما ضحكت عليك فيها. كنت بحبك، بس لما عرفت انك انت اللي قتلت ابويا قطمتها. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منك انت. ضيعتيني. انت اللي ضيعتني. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ جاي تتفرج عليا وحبل المشنقه حول رقبتي؟ عايزه مني ايه؟ جاي اتفرج على اللي يتم اخواتي ورمل امي وحرمني من احلى حاجه في الدنيا. عارف هي ايه؟ ابويا. عارفه انا نفسي فيها يا منى؟ اشرب من دمك. بالحق يا صلاح، البدله لايقه عليك. هي صح من غير دبوره بس حلوه. مبروك. سلام.